مده ديال 7 ايام. راه كيحيد التبعه وكيحيد العكس وكيطرد النحس، كيطرد التبعه من عندك من الدار اللي عندك على راسك وعلى ولادك. العين كتقوى وكتبقى كتراكم في الجسد عندك وما كتعالجهاش، كيولي عندك مشكل ديال تبعه، ما كتبقى عندك بركه لا فلوس لا في ولاد لا في دار، ما كتبقاش البركه حاضره معك بصفه نهائيه. السلام عليكم. جيت باش نكمل مع الناس اللي بديت معاهم، اللي عطيتهم الوصفه ديال العين والحسد والتابعه. في عيد الميلود حطيت لكم وصفه للرجال اللي عندهم الثقاف واللي عندهم السحر. قلت لك باللي اوراق السدر مطحونين كتغتسل بهم بالطريقه اللي شرحت لك، ودرتها مباشره قدامكم في الحمام، اغتسلت به وقلت لكم ها كيفاش كيحيد السحر وها شنو خصك تقرا هذيك الماء. جيت باش نتبع معاك ونقول لك باللي راني ما نسيتكمش، واي سؤال اي استفسار في هذا الفيديو غنحاول نجاوب على كاع التعاليق ان شاء الله، حيت كيجيوني بزاف ديال الميساجات ما كنقدرش نجاوب عليهم في البريفي. الناس اللي عندهم العين تابعه الحسد، علاش ولد الغزال، علاش انا كنقول لكم خصكم تطلقوه 7 ايام. مثلا واحد السيده علاش قلت لها تطلقوا 7 ايام، تواصلت معايا في البريفي حيت حلمت النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث بواحد الاحلام، والنهار الرابع والخامس ما حلمتش، والنهار السادس والسابع حلمت. انا غادي نخلي لكم شنو قالت لينا اولا شنو صيفطت ليا هنا باش تعرفوا علاش كنقول لكم باللي خصكم ديروا البخور ديال السانوج والفيجل اوراق السدر مده ديال 7 ايام. راه كيحيد التبعه وكيحيد العكس وكيطرد النحس، كيطرد التبعه من عندك من الدار اللي عندك على راسك وعلى ولادك. غير باش تعرف واحد القضيه بزاف الناس ما كيعرفوهاش، شتي العين ملي كتبقى كتقوى، العين كتقوى وكتبقى كتراكم في الجسد عندك وما كتعالجهاش، كيولي عندك مشكل ديال تبعه، ما كتبقى عندك بركه لا فلوس لا في ولاد لا في دار، ما كتبقاش البركه حاضره معك بصفه نهائيه. حنا بلا ما نتكلموا على الناس اللي عندهم ديما الروينه في الدار وهاد المسائل كامله وعندهم الصداع وعندهم الغوات في الدار ما كيبغيش يحبس، حيت هذا الموضوع هضرت عليه اكثر من مره. دابا كنهضروا على العين والحسد والتابعه. الرجال اللي كنت عطيتهم الوصفه ديال الثقاف في عيد الميلود ديال اوراق السدر، بغيتهم يبانوا معايا في هذا الفيديو هذا ويعطيونا الراي ديالهم، يقولوا لي كيفاش حسوا، شنو وقع، شنو تزاد، شنو نقص، باش نحاول نجاوبهم ونقول لهم شنو نديروا. حيت بزاف د الرسائل كما قلت في الخاص راه ما كنقدرش نجاوب على كل شيء، راه اكثر من 100 ميساج في النهار، اقسم بالله الا ميساجات الا هي كثيره ما كنقدرش نشوفها كامله. داكشي علاش كنحاول نختار الاسئله ديالكم من التعاليق وكندير فيديو باش كلشي يعرف وكلشي يستافد، باش ما نطولش عليك. الناس اللي كنعطيهم الوصفه ديال العين والحسد والتابعه يديروا السانوج والفيجل اوراق الصدر لمده ديال 7 ايام. الرجال اللي عطيناهم الوصفه ديال الثقاف وديال السحر بجميع انواعه بالاذن ديال الله ديال اوراق الصدر مطحونين، بغيتهم يبانوا في هذا الفيديو ويقولوا لي الحاله ديالهم كيفاش ولات دايره، وان شاء الله تكونوا على خير وبخير. وما تنساوش دائما خوكم ولد الغزال من رحمه الوالدين. الطريقه ديال البخور اللي غادي يدخل اول مره ولا اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو، السانوج والفيجل اوراق الصدر كنطلقوهم بخور من بعد العصر لمده ديال 7 ايام متتاليه. انت اللي كتشوف هذا الفيديو راجل مرة، دير هاد الوصفه عطيها لمرتك ديرها الا كان عندك صداع، الا كان عندك مشاكل في الدار، غوات، كان صراع بينك وبين مراتك بسبب عين، بسبب حسد، بسبب التبعه ديال البشر، دير السانوج والفيجل اوراق الصدر وقول لي باش حسيتي ونحاول نجاوبك. ديرها بنيه خالصه لوجه الله، وان شاء الله داك الشيء اللي كتعاني منه او اللي كتحس به راه ما غاديش يبقى عندك بالاذن ديال الله. ما تنساونيش من رحمه الوالدين. السلام عليكم.